اهلا بيكم في قناه مامي مكرمه. يلا نعمل الباتيه اللي انتوا شايفينه ده بطريقه سهله وبسيطه جدا وبحشوه. انا والله كنت هرميها، يعني لا جات لي كده في اخر لحظه ان انا استغلها واحشي بيها معجنات. وفي نفس الوقت طبعا احنا في الصيف وكده، فعايزين حاجات تبقى سريعه وفي نفس الوقت تنفع مع الفطار ومع العشاء مع كوبايه شاي. يعني تعملي كميه كده وتشيليها في التلاجة وتطلعيها من قبلها ب3 ساعات كده، يعني قبل الفطار ب3 ساعات قبل العشاء ب3 ساعات، تفك السقعيه بتاعتها كده وتاكليها وطعمها حلو جدا. الوصفه دي المبتدئين هيعرفوا يعملوها بكل سهوله وهتطلع ناجحه معاكم مورقه زي ما انتوا شايفين كده، هشه كده وقطنيه، طعمها حلو وملمسها كده في بقك طعمه حلو جدا وبتدوب. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقه مع بعض. بس قبل ما نبدا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل اي حد. انا في الوصفه دي عملت 3 كوبايات من الدقيق. 3 كوبايات مش بضغطهم، يعني مش بضغطهم بمعلقه كده، لا بدلق بس من الكيس كده في الكوبايه وانخلهم على طول. خلي القاعده دي كده موجوده دايما معاكي في اي مخبوزات، اي حاجه فيها دقيق حطي عليها رشه من الملح، رشه خفيفه كده من الملح. وعشان تاخدي نتيجه افضل حطي الدقيق يكون منخول، ما تحطيهوش من الكيس كده على طول وتشتغلي في الوصفه، لا خليه منخول كده هيديكي نتيجه احسن. 3 كوبايات دول اقل من نص كيلو، هو النص كيلو بيكون حوالي 4 كوبايات من الكوبايه اللي انتوا شفتوها معايا دي. ولما اجي اعاير بعد كده هعاير بنفس الكوبايه اللي عايرت بيها الدقيق، تبقاش احجام مختلفه. طبعا لو عندك لبن عايزه تعجني بيه تمام، عندك ميه عايزه تعجني بيها برده تمام، في تلك الاحوال الاثنين هيكونوا حلوين جدا. طيب انا هعجن بايه؟ انا كنت غاليه حوالي 2 كيلو ونص من اللبن وقطع مني، يعني بعد ما غليته فصل كده الشرش بتاعه وجبن كده ايه على جنب في قعر الحله. انا كنت هاخده كده زي ما هو وهرميه، والله فعلا كنت هرمي. بعدين قلت طيب ما ناخد الشرش اللي طالع منها ده اعجن بيه، والجبنه اللي طلعت دي اصفيها كويس واحشيها، بس طبعا هي بتكون ملهاش طعم ملوحه كده جامد، فهحط عليها كده كام اضافه هتخلي طعمها حلو، مش هتحسي ابدا ان هي طالعه من رايب. 3 كوبايات من الدقيق خدوا معايا حوالي نص كوبايه ومعلقه كده كبيره من اللبن اللي قلت لكم عليه ده الشرش بتاعه اهو. زي ما انتم شايفين انا فصلتهم عن بعض وشلتهم في التلاجة وطلعتهم استخدمتهم. انا عايزه ادفي الشرش بتاعي ده كده شويه عشان الخميره تتفاعل معايا بسرعه، ما ينفعش تكون سخنه وما ينفعش تكون بارده، فانا يا دوبك دفيتها كده زي دمع العين وحطيت معلقه سكر صغيره وحطيت باكت من الفانيليا وهسيبها كده. اول ما الاقي ان هي عملت رغاوي او بدات تعمل فوران اتاكد ان كده الخميره تمام ومش هتبوظ لي العجين بتاعي، ان انت ممكن تجيبي خميره مش حلوه وتحطيها في العجين من غير ما تعملي لها الاختبار بتاعها ده، تلاقيها مش حلوه والعجين ما نفش معاكي وما تخمرش والوصفه كلها تبوظ منك. فانا دايما بحب اعمل الاختبار ده، يعني حتى انا بجيب انواع معروفه وفي نفس الوقت بكون مجرباها كتير جدا، بس برضو بعملها، يعني ما اضمنش اقول بدل ما خاطر بكل ده كده كده انا هحط الاضافات دي كلها في العجين، اعمل لها الاختبار ده على جنب بحيث اكون متاكده من كل خطوه بعملها. طيب الخميره بتاعتي على جنب كده يعني بتقعد حوالي 3 4 دقائق، ففي الوقت ده اكون قطعت فيه الخضار بتاعي. الجبنه اللي طلعت من اللبن دي انا صفيتها كويس جدا من الميه اللي موجوده فيها، وبتيجي تاكليها بيكون طعمها حلو وفي نفس الوقت ما بتبقاش مالحه قوي، يعني او طعمها بيكون يعني دلع شويه. فانا عايزه اعلي قيمتها الغذائيه وفي نفس الوقت اديها طعم كده يملحها شويه عشان لما اجي اكلها تبقى حشوه محترمه كده، ما يتقالش ان دي من حاجه بايظه وكنت هرميها، لا انا عايزه اعمل حاجه كده محترمه. فقطعت فلفل كده زي ما انتم شايفين مكعبات صغيره، وزيتون زي ما هو كده هاخده هقطعه. انا يعني عايزاه ايه، ممكن تضربوا كل ده في الكبه يكون ضرب خشن كده شويه، لكن انا استسهلت بصراحه بسكينه بفرمه زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان لما اقطمه كده ما احسش بيه ايه قوي يعني وانا باكل في الحشو، انا عايزه بس اخد نكهات مش اكتر. الزيتون بيكون مالح فلما احطه على الجبنه هيظبط طعمها شويه. طبعا انتوا لو بتحبوا الحاجه مالحه اكتر ممكن ترشوا عليها كده حوالي نص معلقه ملح صغيره ولا حاجه. انا كنت غاليه كميه كبيره من اللبن فهي باظت فطلعت لي كميه كبيره من الجبنه ومن الشرش ده اللي بقول لكم عليه، فانا شلتهم في الفريزر وهطلعهم بقى في اي وقت تاني اعمل بيهم، ممكن اعمل بيهم مخبوزات حلوه، يعني تبقى محشيه حشوات مسكره مش حشوات حادقه. في تلك الاحوال هم هينفعوا معايا يعني ومش هيخسروا، فاشيلهم في الفريزر بدل ما ارميهم. بس كده انا خلصت الحشوه بتاعتي زي ما انتم شايفين، هحطها بقى في طبق واركنها على جنب كده وتعالوا نشوف بقى ايه طريقه العجين مع بعض. ده بقى شكل الخميره بعد ما عملت الفوران ده او طلعت رغاوي كده زي ما انتم شايفين كده، انا اتاكدت من نجاح الخميره بتاعتي. ده كان حوالي نص كوبايه كده ومعلقه كبيره، طبعا كل دي بيختلف عن التاني، فانا هقلب كده العجينه بتاعتي وبعدين اشوفها محتاجه ماده سايله تاني ولا لا، لو محتاجه هحط، لو مش محتاجه خلاص، لان طبعا كل نوع دي بيختلف عن التاني. لو عايزه العجينه بتاعتك تكون هشه وطريه كده وتبقى قطنيه زي ما انت شفتي معايا في اول الفيديو، حطي عليها معلقه كبيره من الخل الابيض العادي اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت ده، واخلط المكونات كده كلها في بعض ولميتها من الطبق وهحطها بقى على الرخامه بحيث ان انا ايه اعرف اعجنها كويس. انا حسيت ان هي كانت محتاجه ماده سايله تاني فنزلت عليها بربع كوبايه، يعني حوالي كوبايه على 3 كوبايات من الدقيق. طبعا انت ممكن الدقيق بتاعك يقل معلقه معلقتين او يزيد برده معلقه او معلقتين على حسب نوع الدقيق.
فانا هقول لك ملمس العجينه يكون عامل ازاي، وانت لما توصلي للمرحله دي تكون كده العجينه جاهزه معاكي. انا بعد ما لميتها كده زي ما انتم شايفين نزلت عليها بربع كوبايه من الزيت، وهبتدي ان انا اعجنها. انتوا هتحسوا ان الزيت كتير في البدايه، بس لما تقعدوا تعجنوا العجينه هتتشرب الزيت كده وهتبقى ناعمه وطريه جدا، واحنا هنعجنها كتير. فلما تيجي كده تبعديها عن بعض او تفصليها عن بعض هتحسي ان هي بتمط معاكي. بصي هي دلوقتي خشنه، فلا هي محتاجه ان هي تتعجن شويه تاني. بصي هي بتمط معايا، بس انا عايزه اعجنها كده حبه حلوين، يعني حوالي 10 دقايق كده. افضل اعجن فيها لحد ما المسام بتاعتها دي تبقى مقفوله، يعني انا عايزه العجينه بتاعتي تكون ناعمه خالص، وفي نفس الوقت هي هتكون بتلزق بسيط، مش بتلزق جدا، ولكن هتحسي ان هي يعني وانتي بتشيليها من الطبق تحسي بتمسك فيه شويه، ممكن تمسك في ايدك كده. تكون جاهزه معاكي. انا عايزه اقطعها بقى واعملها كور كده زي ما انتم شايفين، واسيبها تتخمر. يعني هسيبها حوالي، احنا طبعا في الصيف، هسيبها حوالي نص ساعه. هكورها. بصوا انا بوريكم ان هي بتلزق في ايدي، ولكن لما بلمها كده من العجين بتتلم، وفي نفس الوقت بتمط كده زي ما انتم شايفين. هكور الكميه كلها. بصوا ناعمه ازاي، ما فيهاش التشققات ولا اي حاجه كده كانت موجوده في العجين الاول. كل ده بيبقى بسبب العجن. ال3 كوبايات من الدقيق دول عملوا لي 7 كور. طبعا هتبقى قطعه البانيه كبيره، يعني انت هتاكلي واحده ممكن ما تقدريش تخلصيها كمان، فانت لو عايزه تعملي احجام صغيره يبقى اقسمي الكوره دي على 2. يعني 3 كوبايات الدقيق هيعملوا لك حوالي 14 باتيهيه صغيره. انا غطيتها بكيس وسبتها حوالي نص ساعه، وطلعت زي ما انتم شايفين كده نفشت معايا واتخمرت كويس. وبعدين هبتدي ان انا افردها. بس عايزه اجهز الصينيه بتاعتي من البدايه، بس ان القطعه لما اعملها احطها في الصينيه على طول. فحطيت كده رشه من الزيت عليها من غير دقيق ولا اي حاجه، رشه من الزيت بحيث ان العجينه بتاعتي ما تلزقش في الصينيه. واخدت كوره كده زي ما انتم شايفين. واهم حاجه بقى افرد بالزيت واحط الزيت على الرخامه بتاعتي عشان العجينه دي هتكون بتلزق معايا. بصوا انا فردتها بالطول زي ما انتم شايفين كده، وقطعه كبيره. هحط بقى الخليط بتاعي اللي انا عملته الجبنه والفلفل والزيتون، هحطه في النص. وعايزاكم تركزوا معايا بقى في الطريقه اللي هقفله بيها. انا عشان قطعه الباتيه بتاعتي كبيره فزودت، حطيت معلقتين كده كبار من الحشوه بتاعتي. هاخد الجناب كده زي ما انتم شايفين، اقفلها كويس، وبعدين اخدها كده والفها رول. هحاول بصوا امطها كده والزقها في بعض، واقوم لفها زي ما انتم شايفين كده بكل سهوله. بصوا هتديك الشكل الحلو ازاي. رصيها بقى في الصينيه. هعمل معاكم واحده كمان. هحط شويه زيت كده، يعني انا ببل ايدي كده بالزيت واحطه على الرخامه، وبعدين انزل عليه بالكوره وابلها برده بالزيت وهفردها بالنشابه. بصوا انا بحاول اعملها تكون مستطيله، يعني انا عايزه العرض بتاعها يكون ربع الطول. وطبعا العجينه عشان خمرانه كويس معايا فبتتفرد معايا بكل سهوله. يعني بصوا انا مجرد ما بمشي عليها بالنشابه كده بتتفرد معايا على طول. هقفل بقى الجناب. بصوا بشد وافرد، هي عامله زي عجينه الفطير كده، ناعمه وطريه ومطاطيه كده، كانت حلوه جدا. بسجل لكم الفيديو بعد ما عملناها وكلناها وخلصناها وخلاص، والله كان طعمها حلو جدا، وعايزه اقوم اعمل تاني اصلا منها. اقفلها من الجناب وبعدين الفها رول كده زي ما انتم شايفين. طيب انا عايزه بقى الوش بتاعي ياخد لون حلو، وفي نفس الوقت السمسم اللي هحطه عليه يكون لازق كده ما يطلعش من عليها. هعمل ايه؟ هجيب بيضايه وهحط عليها معلقه كبيره من الخل. الخل ده عشان الزفاره، انا ما حبيتش اني احط فانيليا لان دي وصفه حادقه، يعني لو انا عامله بيها حشو يكون مسكر كده او حاجه حلوه ممكن احط عليها. اقلبها كده كويس زي ما انتم شايفين، وبالفرشه بتاعتي بقى هدهن الوش كله، وهدهنه دهنه محترمه، يعني هدهن كل واحده مرتين، يعني هدهنهم كلهم بعدين ارجع اعيد عليهم تاني، والوش بتاعي هيبقى لونه حلو زي ما انتم شفتوا معايا في اول الفيديو كده. كمان هم هيلزقوا في بعض ليه؟ علشان هم لسه هيخشوا يخمروا في الفرن. اول ما ادخلهم كده في درجه الحراره حجمهم هيتضاعف لان دي فيها خميره. بدهنها كده بالبيت زي ما انتم شايفين. لو عايزين تحطوها كده في الفرن تمام، عايزين تحطوا عليها سمسم وهيعلي القيمه الغذائيه لو موجوده عندكم، ورشوا كده على الوش، وفي نفس الوقت بيدي شكل حلو في الاخر. بشغل الفرن قبل ما ادخلها ب5 دقايق على درجه حراره 200. هدخلها هتقعد حوالي 30 دقيقه. طبعا كل فرن بيختلف عن التاني، فانت اول ما تلاقيها اتحمرت من على الوش كده طلعيها. طيب لو الفرن بتاعك بيحمر من تحت وبعدين تفتحي عليه الشوايه يبقى سيبيها نص ساعه، وبعد كده افتحي عليها الشوايه. اول ما تلون زي ما انت شايفه كده طلعيها. لما تيجي تحطي ايدك عليها هتحسيها ناشفه كده. هتعملي ايه؟ تجيبي كوبايه تحطي فيها ميه من الحنفيه عادي، وتبلي ايدك كده بيها، وحاولي تنقطي كده بالميه عليها، وبعدين تغطيها بقى باي فوطه عندك. ممكن تغطيها بالكيس اللي كانت بتخمر فيه لو طبعا نضيف ما لزقش فيه عجين ولا حاجه. انا كان عندي كيس مخده فحطيته عليها وهي طريت زي ما انتم شايفين كده. سبتها حوالي ربع ساعه. كانت طعمها حلوه جدا ومورقه وهشه، والحشوه بتاعتها كان طعمها حلو. يعني انا والله كنت هرميها لان اللبن بتاعي باظ، فلا ما رميتهوش واستغليته. في نفس الوقت قعدنا يومين كده نفطر ونتعشى بيهم، وما بين الوجبات كمان الواحد ساعات بيجوع كده فياخد له واحده، بصراحه بتلكم وبتشبع. والحجم بتاعها كبير، انتوا ممكن تقسموا الكره نصين بحيث ان الواحده كده تبقى على قدكم، يعني او على قد الاطفال، بدل ما ياكلوا واحده ياكلوا منها كده كام حته ويسيبوا الباقي. طبعا لو مش عندك اللبن المقطع ممكن تعجني بميه او تعجني بلبن زي ما انت حابه.
في تلك الأحوال كلهم هيكونوا ناجحين وهيدوكي يعني نفس الطعم. ممكن بتاعة اللبن تديكي طعم أقوى شوية وكمان القيمة الغذائية بتكون أعلى، بس تمام يعني المَيّة مش هتقول لأ. هُم أكيد في الأفران مش بيخبزوا لنا بلبن يعني، هو كله شغال بالمَيّة وال3/4 بلاش نعمم. الجبنة مع الزيتون والفلفل كان طعمها حلو جدًا، أنتم ممكن تعملوها وتغمسوها بالعيش، يعني لو مش حابين تعملوا مخبوزات كمان. وبكده أكون خلصت حلقة النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب لقناة مامة ريم وكارما على اليوتيوب، وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك أي فيديو جديد بانزله وتشوفيه قبل أي حد.